المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تطور تهجين أبقار الألبان. تربية النحل في ميمنة. حصاد مزارع أسر الشهداء والمرابطين في الدفاع. كينيا تنشر قوات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة ميليشيات M23. تركيا تعلن عن مغادرة 6 سفن شحن محملة بالحبوب للموانئ الأوكرانية. ورئيس وزراء باكستان يلتقي الرئيس الصيني لبحث سبل التعاون بين البلدين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الزراعة بأن عملية تهجين أبقار الألبان بالوسائل الحديثة التي استمرت ببطء في السنوات ال7 الماضية زادت ب4 أضعاف هذا العام. وأوضحت الوزارة تهجين 1200 بقرة في الأشهر ال9 الماضية بالتلقيح في المعامل والزراعة في الرحم من الثيران المختارة. وأوضح مسؤول تربية الحيوانات في وزارة الزراعة السيد هينوك تطور عملية تهجين الأبقار التي كانت تسير ببطء لتنمية القدرات البشرية وإدخال المعدات الحديثة، حيث تجري العملية في أقاليم الأوسط والجنوبي وعنسبة. وقال إن العملية المقتصرة على 3 أقاليم حاليا ستتوسع قريبا لتشمل أقاليم القاش بركة وشمال البحر الأحمر، ووجود برنامج لإدخال معدات متطورة للتعرف على نوع جنين البقرة. وذكر مزارعو أقليم عنسبة المستفيدين من البرنامج الفوائد الكثيرة التي جنوها. ويشير تقرير وزارة الزراعة أن عملية التهجين التي تم إدخالها بداية ثلاثينيات القرن الماضي بالإيطاليين ليست جديدة على إريتريا، لكنها لم تتطور لأسباب مختلفة، داعيا المزارعين الاستفادة منها جيدا لتنمية القدرات البشرية وإدخال المعدات الحديثة حاليا. أفاد مربو النحل في مديرية ميمنة أن الموارد الطبيعية التي تتمتع بها المديرية تدفع لتربية النحل. وأوضح المزارعون أن الدورات التدريبية المقدمة ساعدت للانتقال من الوسائل التقليدية إلى الوسائل الحديثة لتربية النحل ورفع الإنتاج. وذكروا أن التشجير يخلق بيئة ملائمة للنحل، ويجب القيام بالدراسات والتدريب لإنجاح أعمال تربية النحل. وطالبت وزارة الزراعة لتشجيع مربي النحل وتقديم العون اللازم لهم. هذا ويوجد في مديرية ميمنة حوالي 300 من مربي النحل يستخدمون المناحل التقليدية والحديثة. قام أعضاء مكاتب إدارة الإقليم الجنوبي بحصاد مزارع أسر الشهداء المرابطين للدفاع عن الوطن في ضاحية عدباري في مديرية مندفرة. شارك في نفير حصاد 30 مزرعة أكثر من 500 شخص من أقسام الوزارات وقوات الأمن والإدارات والجبهة يوم 2 نوفمبر. وأوضح المشاركون في النفير أن مساعدة أسر الشهداء والمرابطين للدفاع عن الوطن والمحتاجين واجب وطني، مؤكدين على مواصلته. دعا مسؤول مكتب إدارة البيئة في الإقليم الأوسط السيد مولو برهان جبر يوهانس المجتمع عامة للعمل بنشاط لنظافة البيئة والحد من التلوث. وقال إن المكتب يقوم بالدراسات للتعرف على تأثير النفايات الطبية والصناعية والمنزلية على المياه والمناخ والتربة، ويعمل انطلاقا من ذلك بإصدار التعليمات وتنفيذها بالتعاون مع قسم البيئة في وزارة الأراضي والمياه والبيئة وتنظيم أنشطة التوعية. وذكر ازدياد النفايات في العاصمة أسمرة مع توسع المدينة وزيادة السكانية، ويجب رميها في المكان المخصص لها لإمكانية إحداث تلوث في المياه والمناخ. وأشار إلى إقامة مصنع في منطقة بيت قرقيش عام 2017 لتحويل النفايات إلى وقود، وله قدرة إنتاج 8000 لتر من الوقود لتقديمها إلى مصنعي أسمرة بيرة وإسمنت مصوع. وأضاف بأن التفاهم يجري مع وزارة الزراعة لتحويل النفايات إلى السماد الطبيعي للزراعة.
وحول الأكياس البلاستيكية، قال إن إريتريا أصدرت عام 2004 إعلانا قانونيا يمنع إنتاج ونشر الأكياس البلاستيكية، لكنه يشاهد في هذه الآونة بكثرة في الأسواق، ويجري العمل لوضع مسودة مكافحته بمستوى وزارة الأراضي والمياه والبيئة. تبرع عمال القطاع العام في مديرية أقردات بالدم. وأوضح فني التحاليل الطبية في مستشفى أقردات السيد يوناس دينجي أن أنشطة التوعية المستمرة ساهمت في رفع معرفة المجتمع بأهمية التبرع الطوعي بالدم، مشيدا بمبادرة العمال. وقال إن التبرع بالدم إلى جانب مساهمته في إنقاذ الحياة يساعد للتعرف على الأوضاع الصحية للمتبرع. وأعرب المتبرعون بالدم عن الارتياح للمساهمة في إنقاذ المرضى المحتاجين للدم، مؤكدين على مواصلة التبرع الطوعي بالدم. سيداتي سادتي، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو نشر قوات من جيش بلاده في جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار تفويض لمجموعة شرق إفريقيا EAC من أجل دعم النظام الكونغولي في مواجهة تمرد حركة M23. وقال الرئيس الكيني في كلمة ألقاها بقاعدة إمباكاسي غاريسون في نيروبي، قال إنه كجيران يرتبط مصير جمهورية الكونغو الديمقراطية بمصيرنا، واصفا إرسال قوات بلاده إلى الكونغو الديمقراطية بأنه مهمة لحماية الإنسانية. ودعا الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا إلى إرسال قوات إلى الكونغو الديمقراطية أيضا. وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة بوروندي بأن الرئيس البلاد إيفاريست أجرى محادثات هاتفية مع نظرائه في المنطقة بهدف تنسيق وجهات النظر حول سبل ووسائل إدارة الأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتحاول جمهورية الكونغو الديمقراطية التصدي لحركات تمرد عشرات الجماعات المسلحة التي تنتشر في شرق البلاد. وقد أثار التوتر المتجدد قلق المجتمع الدولي، حيث دعا الاتحاد الإفريقي إلى وقف إطلاق النار، كما حثت منظمة الأمم المتحدة الميليشيات المسلحة والمتمردين إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وإلقاء السلاح. بعد يوم من عودة روسيا إلى اتفاق يتيح تصديرها عبر البحر الأسود، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن 6 سفن شحن محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية. ونقلت وكالة الأنباء الأناضول الرسمية عن أكار قوله بعد إعادة العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، غادرت 6 سفن شحن الموانئ الأوكرانية. وكانت موسكو أعلنت أنها ستعلق مشاركتها في تنفيذ اتفاق الحبوب، متهمة أوكرانيا باستخدام ممر شحن آمن أقيم بموجب الصفقة لشن هجوم بمسيرات على أسطولها في البحر الأسود. وإثر ذلك بذلت تركيا والأمم المتحدة اللتان توسطتا في الاتفاق الموقع في يوليو جهودا دبلوماسية مكثفة لإنقاذ الاتفاق الرامي إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها حصلت على ضمانات كافية من كييف بأنها لن تستخدم الممر البحري لأغراض عسكرية. عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين. واستعرض الزعيمان التقدم في العلاقات الثنائية بين باكستان والصين، وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزعيمان من جديد التزامهم بالتعاون الاستراتيجي في ظل الشراكة الدائمة بين البلدين التي صمدت أمام اختبار الزمن، حيث وقفت الدولتان بحزم جنبا إلى جنب لتحقيق رؤيتهما للسلام والاستقرار والتنمية والازدهار. وأكد شهباز على قوة الصداقة الباكستانية الصينية والتي تتمتع بالإجماع الكامل عبر الطيف السياسي في باكستان، وأنها نموذج للعلاقات بين الدول، كما أشاد بقيادة الرئيس شي جين بينغ من أجل ازدهار الصين ورؤيته لتعزيز العلاقات الثنائية.
في النبأ الأخير ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أن بعض الأنهار الجليدية الأكثر شهرة في العالم ستختفي خلال أقل من 30 عاما من اليوم. وستختفي هذه الأنهار الجليدية وغيرها بحلول 2050 بسبب الاحتباس الحراري، بصرف النظر عن تصورات ارتفاع درجة الحرارة. وتراقب اليونسكو نحو 18,600 نهر جليدي في 50 موقعا من مواقع التراث العالمي التابعة لها، وقالت إنه من المتوقع أن يختفي ثلثها بحلول عام 2050 بحسب رويترز. تمثل الأنهار الجليدية المدرجة في قائمة التراث العالمي كما حددتها اليونسكو حوالي 10% من مناطق الأنهار الجليدية في العالم، وتشمل بعضا من أشهر الأنهار الجليدية في العالم، والتي سيكون فقدانها ملحوظا بشكل واضح لأنها تمثل مقاصد محورية للسياحة العالمية. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. تطور تهجين أبقار الألبان. تربية النحل في ميمنة. حصاد مزارع أسر الشهداء. كينيا تنشر قوات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة ميليشيات M23. تركيا تعلن عن مغادرة 6 سفن للشحن محملة بالحبوب للموانئ الأوكرانية. ورئيس وزراء باكستان يلتقي الرئيس الصيني لبحث سبل التعاون بين البلدين. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام.